نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. بداية وقبل كل شيء أرحب بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة أخي وزميلي عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله أخوي أنس، وحيا الله مشاهدينا الكرام الأفاضل في كل مكان. حياكم الله وبياكم. نحب أن ننوه قبل أن نبدأ في حلقتنا لهذا اليوم أن موعد الحلقة قد تغير من يوم الخميس إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة 5 مساء. ما زلنا في صدد استقبال مشاركاتكم واستقبالات آرائكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر صفحاتنا في الفيسبوك، وأيضا صفحاتنا في اليوتيوب. مشاهدينا الكرام، لا نضيع الوقت إلى أولى فقراتنا في هذا اليوم وجلسة سمر. طبعا يا عبد الرحمن، موضوعنا لهذا الحلقة نعم شغل الكثير يعني من الشباب والشابات، وهو موضوع يعني أصبح مهم في هذه الفترة. نعم. والموضوع موضوع الموضة. دعنا أخي عبد الرحمن نأخذ تعريف الموضة قبل أن نسترسل في الموضوع. الموضة هي شكل يعني من أشكال التعبير عن الذات والاستقلالية في أحد فترات معينة تكون. نعم. في مكان معين وسياق معين، وتكون الموضة عبر الملابس، عبر الأحذية أجلكم الله، وعن طريق نمط الحياة والإكسسوارات وما إلى ذلك. وأيضا إلى تسريحات الشعر عند النساء وعند الرجال، ووضعية الجسم في الاستخدام اليومي. نعم. ويعني إلى بعض من الأمور الطويلة في هذا الموضوع. نعم. نعم عبد الرحمن أنس، عفوا. الموضة شغلت الكثير من الشباب في هذه الفترة، خصوصا آخر 10 سنوات أصبح هاجس لدى الشباب. يتمنى أن يكون في كل يوم كما ذكرت أنت عبد الرحمن يا أنس، أنه هذا الموضوع هو شكل من أشكال التغيير وشكل من أشكال الاستقلالية ونمط مستمر من أنماط الشباب. يعني طبعا هي موضة مأخوذة من كلمة مود، ألا وهي نمط أو وضع بالإنجليزي، فبالتالي هي تعبر عن نمط حياتك اليومي واستقلاليتك في الحياة بشكل عام. لكن إذا جينا ننظر في أسباب اتباع الموضة، ما هي أسباب اتباع الموضة يا أنس؟ قد نختلف كثيرا في أسباب اتباع، كونها يعني محتمل فيها كثير من وجهات النظر، ولكن قد يتفق البعض في أن أهم سبب في اتباع الموضة هو حب التغيير الفطري لدى الإنسان. الإنسان بطبيعته يتغير بتغير أحوال الناس. يعني الفترة قبل 20 سنة ليست كفترة الشباب الآن. يعني الشباب قبل 20 سنة كانت اهتماماتهم مختلفة عن اهتمامات الشباب في هذا الوقت. الموضة كذلك أيضا تتغير بتغير الأزمنة، بالتالي حب التغيير الفطري لدى الإنسان من أهم أسباب اتباع الموضة لدى الشباب. أيضا لدينا سبب آخر مهم، ألا وهو الفضول، حب الاستطلاع وحب اكتشاف أشياء جديدة. هذه الموضة يعني تعطيك، يعني الموضة تتحدث كل سنة، تتغير كل سنة، فبالتالي هناك فضول كبير لدى الشباب، يبي يعرف يعني السنة هذه وش الموضة بالضبط، وأنا أتبع أي موضة بالضبط. وبالتالي أيضا الفضول من أهم أسباب اتباع الموضة. ما رأيك يا أنس؟ والله النقاط اللي طرحتها أشبه ما تكون هي اللي قاعد نتماشى معها. يعني الواحد ما يمدي يكذب على نفسه ويقول هذه الأمور غلط، لكن الموضة أصبحت تؤثر على الشاب. صحيح. الموضة أصبحت تؤثر على الشاب في أمور كثيرة، من ضمنها يعني أصبح الشاب يضع الموضة أشبه ما يكون كهوس. صحيح. الموضة أصبحت للشاب والشابات هوس، وأيضا
يجعلها يعني اشبه ما تكون يقول لك انا خليني اطلع بموضه جديده عشان الفت الانتباه. يقول لك انا اطلع بمشيه جديده، بحركه جديده، بسيناريو معين، بحيث انه انا الفت الانتباه. صحيح. هذا مع تحليلي الشخصي واحترام شديد للجميع، الانسان اللي يبغى يجذب ويلفت الانتباه هذا دل على انه فيه ضعف في الشخصيه. صحيح. الانسان اللي يبغى يلفت الانتباه في مشيته، في كلامه، في اسلوبه، في رده فعله، من اجل يقول لك انه والله يا اخي هذه الموضه لابد انك انت يعني تخرج بمنظور اخر، بشيء يلفت انتباهك امام الناس وامام نعم. وامام كل شيء. هذا انا يعني برايي الشخصي اعتقد ان هذا ضعف في الشخصيه، ايضا عقده نقص للانسان. نعم. يعني يدخل في ضعف في الشخصيه ونقطة ضعف عنده. نعم. أيضا أصبح الشاب يقول لك في خوف، عرفت؟ أنه من عدم اتباع الموضة. يقول لك اسمع والله هذا ماشي كذا أنا لازم أمشي معه. أصحابي وأصدقائي وزملائي إذا ما يشوفوني ماشي على الموضة هذه يا أخي بيعتقدون إني متخلف. أي متخلف، أو إنه أنا يعني قاعد أعيش في زمن غير زمني. صحيح. هذا الأغلب اللي قاعد يغلب على الشباب والنساء، أنه الخوف. مثلا شافوا والله اللاعب هذا قاص قصة كذا، وهذا الممثل يمشي كذا، وهذا اللاعب بنى جسمه بالطريقة المعينة، فيقول لك أنا لازم أتماشى مع هذا لأن هذا هو إيش؟ هذا الموضة حق الجيل هذا. طب أنت ما مشيت في الأمر هذا، يقول لك والله أنت عايش في جيل متأخر، عايش في جيل متقدم من هذا القبيل. فأصبح يضع لهم هوس ويصير في خوف. فهمت علي؟ يصير في خوف. نعم. أيضا لدينا بعض الأحيان قد لا يكون مجرد خوف من المجتمع، إما بغض يعني بعض الأحيان لا يكون خوف المجتمع قد على قدر ما يكون حب التميز عن الغير. يقول أنا ما لست كغيري من الشباب، فبالتالي تلقاه يظهر بقصات غريبة، تلقاه يظهر بمشاكل في ملابسه. يعني تقول يا أخي أنت شو مسوي؟ تشوف تقول يا أخي ليش قاعد تسوي كذا؟ يقولك أنا ماني زيك، أنا متغير. يعني أنا معايير تختلف عن معاييرك. هذه فيها نوع من الكبر. نعم. فيها نوع من شوفة النفس، فيها نوع أيضا من نقطة ضعف ونقطة عقدة نقص. كون إنه الشاب يا اما يثبت شخصيته بشخصيته، باخلاقه، برجولته، بمرؤته، بدينه، بهذه الامور التي تفرق مع الشاب. اما ملابسك، مظهرك العام هو فقط مظهر. يعني انت طبعا هذا لا ينافي ابدا موضوع النظافه، ولا يفهم كلامنا بشكل خاطئ انه الشخص يظهر بشكل غير لائق، لا. اما انك انت يعني زي ما يقولون في كلمه هي مبالغه، الاوفر في الملابس. نعم. التي قد تنتقل الى موضوع انه لا والله الشاب هذا جالس يلفت انتباه الناس، واضح من شكله انه جالس يلفت انتباه الناس. هذه قد تدخل في عقد النقص. ايضا ناهيك عن انه بعض مخالفه او بعض اتباع الموضه قد يؤدي الى مخالفه بعض الامور في الدين. نعم. مثل قصات الشعر. الواحد يعني مثلا يقص شعره بناء قصات الشعر طبعا تدخل في امرين، تدخل في قد تكون التشبه، اما انت تتشبه بلاعب يكون لاعب كافر او لاعب نصراني او من هذا القبيل، فبالتالي تدخل في التشبه بالكفار منهي عنه في الدين. ايضا قد تدخل في لا سمح الله القزع. ايضا عندنا اللباس، بعض الملابس الشباب يعني يرتدونها وهم مثلا لابسين يعني فيها صليب ولا من هذا القبيل، وهي مخالفه صريحه للدين الاسلامي، لكن يقول لك لا انا اتبع الموضه الفلانيه وهذا ما فيه شيء، والشاب الفلاني او اللاعب الفلاني او الممثل الفلاني لبس مثل هذه فانا البسها وما عندي اي اشكال فيها. هذه هيك عنها تكون ضعف شخصيه، ايضا تدخل في مخالفه الدين. نعم. ايضا انا خلني اطرف على موضوع اللباس. اصبحت في موضه اللي هي موضه اللبس البنطلون المقطع. يعني انا في وجهه نظري ما ادري ايش الموضه الغريبه هذه اللي طلعت، لكن المشكله اللي تيجي مع مخالفه الموضات للدين، ان لبس الجنس المقطع هذا قد يظهر العوره
عند الرجل وعند المرأة. صحيح. يعني أنت الآن تمشي وهو الله ماشي والبنطلون مقطع من جهة الفخذ، يقول لك والله هذه موضة، وهو يظهر عورته ويصلي فيها بعد أو يصلي فيها. أيه. وتجي تكلمه الله يجزاه خير، تقول له يا ابن الحلال هذه الموضة يعني مخالفة للدين، فيها يعني أنت قاعد تظهر عورتك. يقول لك وينك وحنا وين؟ أنت عايش في أجيال متأخرة ولا إيش؟ أنت ما تدري إيش اللي قاعد يحصل الآن. يقول لك احنا في 2022. احنا في 2022. إيه. هذا وين تلبس جنس كامل؟ لا، كيف ما كان مقطع من جهة الفخذ ولا من جهة الأرجل ولا من الجهة ويلبسوها النساء ويتمشون فيها في الأسواق وفي الجامعات وفي كل مكان تلقاه، وتجي تتكلم مع أحد يقول لك والله هذه موضة. احنا في 2022 فأصبح يعني من شدة أنه الهوس أصبح يغطي على الجانب الديني. نسأل الله السلامة. صح. يعني صار يتبع الهوس ويذهب الشريعة والدين ومدري ايش، يعني لدرجة انه يقول لك يعني خليني اطلع يعني منطقة من العورة اللي في الرجل ولا في الفخذ ولا من ايا كانت، ويجي يقول لك والله يا اخي نصلي فيها ما نصلي فيها. اتباع ليش؟ اتباع للهوى. اتباع للهوى. وتجي تتكلم معه يقول لك والله يا اخي انت متاخر وانت 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 الى اخره. نعم. احنا وين وانت وين. ايضا قد تدخل بعض هذه الملابس في لباس الشهرة. لباس الشهرة انك انت تلبس شيء مغاير تماما عن المجتمع وعن تقاليد المجتمع. هذا بحد ذاته يعتبر منهي في الشريعة الإسلامية، انك انت تلبس لباس شهرة اللي تظهر الناس انه انا موجود ترى. يعني من بين مثلا 50 واحد كلكم ملتزمين بلباس معين، انت تخرج بلباس خارج عن اطار المجتمع او عن اطار المكان الذي انت فيه بقصد جلب الانتباه، هذا منهي عنه في الدين الاسلامي. ايضا ناهيك عن بعض مخالفه للعادات المجتمع. بعض الاحيان يقول لك يا اخي الناس كلهم يلبسون زي كذا. طب انت ركز في مجتمعك يا اخي ينهى عن مثل هذه الامور. لابد ان تاخذ بالمجتمع بعين الاعتبار ابوك، امك، اقاربك، عشيرتك، قبيلتك، هذه كلها ابنائك ايضا. انت قدوه في ذلك. ابنائك المستقبل. قد يكون الشاب يقول لك والله انا ما عندي عيال، خليني استمتع بشبابي. يقول خليني استمتع بشبابي. ما ادري انك انت قد تكون ايضا قدوه لابناء عمومتك مثلا الصغار. الاطفال يقول لك شوف والله ولد عمي، اخوانك الصغار اذا عندك اخوان صغار انت قدوه لهم ايضا. لابد ان يعني تظهر لهم المظهر الجيد. ناهيك عن ايضا تدخل موضوع الموضه في الالفاظ والتصرفات. يعني بعض الناس يعتقد انه الموضه فقط هي شيء يلبس، ملابس، اكسسوارات، احذيه من هذا القبيل. ايضا قد تكون الالفاظ عباره عن موضه. يعني تلقى مثلا الفتره الحاليه يعني ينتشر لفظ معين بطريقه معينه تذكر يعني بدون ذكر بعض الالفاظ، ولكن فيه يعني هذه يقول لك والله الموضه. يعتقد انها يعني انا مواكب المجتمع. يعني انا مواكب المجتمع. ايضا تصرفات تلقاها مثلا في حركاته، في روحته، في جيته، هذه في مشيته ايضا. والله بعض الاحيان المشي تكون من ضمن الموضه. يمشي لك بطريقه معينه يقول لك والله هو لا يعلم انها موضه، ولكن هو ما سواها الا لما شاف واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ومية يسوون مثل هذا المشي، فبالتالي أنا أقلدهم. نعم. ناهيك عن بعض الأمور التي قد تكون مخالفة للشريعة ومخالفة أيضا لعادات المجتمع. لكن خليني أسألك أنا يا أنس، قد يدخل في هذا الموضوع نقطة حساسة. ما هو الفرق بين الهوس بالموضة والخروج بشكل لائق للمجتمع بشكل نظيف؟ يعني أنا أعتقد أنه بينها يعني شعرة قد تفصل بينهم. أكيد. ما هو الفرق بالتحديد؟ والله يا عبد الرحمن، الفرق بين الهوس بالموضة والخروج بشكل لائق للمجتمع أنا أعتقد يدخل فيها أكثر من نقطة. النقطة الأهم هي الشخص نفسه بمن يقتدي. صحيح. مثلا لو جيت أنت تقول له بتقتدي بلاعب، واللاعب هذا ولا ممثل ولا أيا كان بيجي يتابع لك إياه كل يوم، بيتابع لك، بيقلد لبسه، بيقلد لبسه، بيقلد مشته، بيقلد حركته، بيقلد احتفاليته، بيقلد قصته من وإلى. فالإنسان من قدوته؟ نعم. هنا السؤال. الآن أصبح العالم أو الشباب يعني كلهم متجهين إلى الإعلام والمشاهير وما إلى ذلك، فأصبحوا يقتدون فيه. لكن الخروج بشكل لائق يعني لا بأس أن مثلا الإنسان يلبس، احنا ما قلنا لكم يعني التزموا بلبس معين، لكن لا، أنت البس لبس محتشم لنفسك
جنز لا يحتاج انه يتقطع، فلينه، اصبحت الان حتى الفلاين من الجهه دي تجيك مقطع ولا من هنا ولا من هنا، البس لبس محتشم لائق واطلع. يس. وفي الاول والاخير اخلاقك هي هي الموضه اللي هي انا اقول تعتمد بها افضل. نعم. اشكر لك اخوي انس. مشاهدينا الكرام، انتهت فقرتنا الاولى، ننتقل واياكم الى الفقره الثانيه وحول العالم. حياكم الله وبياكم من جديد. دولتنا لهذا اليوم يا اخوي انس ويا مشاهدينا الكرام هي دوله يعرفها الكثير اذا لم يكن يعرفها الكل بغرض السياحه، وهي من اشهر الدول التي يقضي فيها خصوصا العرسان الجدد شهر العسل. نتحدث هنا يا عبد الرحمن يا انس عن دوله مسلمه هي جمهوريه المالديف. تقع يا عبد الرحمن يا انس جمهوريه جزر المالديف على قمه سلسله جبال شاغوس لكديف، وهي سلسلة جبال هائلة في المحيط الهندي في قارة آسيا، وهي تعتبر أصغر بلد آسيوي من حيث المساحة وأيضا من حيث عدد السكان. والله أنا قبل ما ندخل في المعلومة الثانية دعني يعني أتطرق الأمر مهم. المالديف ذكرت في البداية نقطة مهمة وأثرت فيني، فقلت أنا لازم أعلنها من قناة سلام. قلت إنها للعرسان. أنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا ربي كتب لي وأتزوج صقر، أنا إن شاء الله بأخذها شهر كامل للمالديف، جزر المالديف معروفة. هذا تصريح خطير، وترى وراح نذكرك بعدين. لا خلاص، أنا هذا حطيته عهد في قناة سلام إن شاء الله مصقر شهر العسل في المالديف ما شاء بإذن الله عز وجل. بإذن الله الله يكتب طيب الخير. دعنا ننتقل للمعلومة الثانية. عدد سكانها 309,000 نسمة. يعني بلدة جميلة وعدد سكانها قليل، وبالمناسبة هي يعني عضو في دول الكومنولث، قد انضمت في عام 1982. تم استقلال جزر المالديف من قبل بريطانيا 78 سنة بوصفها محمية بريطانية، وقد استقلت جزر المالديف عن بريطانيا في عام 1965، واسمها في اللغة الرسمية هو الديفي الراجي. طيب دعنا ننتقل عبد الرحمن إلى أبرز المعالم في المالديف، وهي اللي نركز عليها. أي خلاص نبي واحد يبي مرشد سياحي. طيب أبرز المعالم عندك، خليني أبدأ أنا بميدان الجمهورية. ميدان الجمهورية كان في عام 1998 يقع على الواجهة المائية، الواجهة المائية الشمالية لجزيرة مالي. طبعا يمكنك الوصول، الميزة أنك أنت إذا وصلت المالديف في خبرة لا يغرك يعني يمكنك يعني ياخذوك أنت من المالديف في قارب يوصلك لميدان الجمهورية. صحيح. يعني توصل لها بالقارب، يعني تكون رحلة لطيفة على البحر مع اي نعم. فتاخذ انت اذا وصلت لميدان الجمهورية يكون في مكان مليء بالاشجار والخضار، ويمكنك بتشوف بعض المؤسسات التجارية على جانب الميدان، وتعد منطقة شعبية جدا يعني. يقام فيها العديد من المناسبات الاجتماعية والترفيهية، وهناك سترى أيضا السفن الرئيسية التي يستخدمها الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء. تلقى السفن اللي يتنقل بها رئيس المالديف ورئيس مجلس وأعضاء مجلس الوزراء، السفن حقهم يعني ستلقي لها نظرة. نعم. أيضا يا أبو صقر أنس، كون دولة المالديف جزر المالديف صغيرة لا يعني أنها لا تملك تاريخ، لها تاريخ ولها أيضا متحف كبير يسمى المتحف الوطني. هذا المتحف الذي يقع في منتزه سلطان، وهو أشهر الوجهات السياحية في المالديف. يعني ما في أحد راح جزر المالديف وما راح هذا المتحف، معروف هذه. فأنا أعطيك نصيحة إن شاء الله دامك رايح لا خلاص تسير على المتحف الوطني. هذا المتحف يا عبد الرحمن يا أنس هو عبارة عن قصر قديم وتحول لمتحف لكي يجذب السياح، ويمتلئ يعني بالحديث هو طبعا أدوار. فالطابق الأرضي فيه مجموعة فنيات رائعة تحكي تاريخ هذه الجزر المعزولة عن بقية الدول في قارة آسيا. أيضا تتضمن المعروضات هي الأسلحة والتذكارات الدينية، وأيضا أدوات منزلية قديمة، وأيضا أزياء الملوك الذين حكموا جزر المالديف، وأيضا هناك ملكات قدماء. أما الطابق العلوي، الحين خلصنا من الدور الأرضي، نعم. تطلع الدور العلوي تلقى
معروضات تمثل العصر الحديث. احنا كنا تحت في العصر القديم والتاريخ وما الى ذلك، انت فوق انتقلت الى العصر الحديث، تضمن اجهزه كبيره مثل اول هاتف واول كمبيوتر للدوله، وايضا بالاضافه الى هيكل نادر كبير من الحيتان، هياكل كبيره من الحيتان، يعني يبلغ طول الحوت الواحد 6 متر. فبالتالي جمع لك هذا المتحف بين العراقه والتاريخ وبين الحداثه والعصر الحديث. نعم. كما ذكرت أخ عبد الرحمن في البداية أن دولة المالديف دولة مسلمة، لذلك سيكون فيها الكثير من المساجد. صحيح. ومن ضمن هذه المساجد مسجد اسمه مسجد الجمعة، مسجد الجمعة القديم، وهو بالمناسبة مكتوب باللغة العربية. لو تدخل على جوجل نعم. تلقى على بوابة المسجد مكتوب مسجد الجمعة القديم. عجيب. فهو يعني يعود إلى 1656 سنة، وبالمناسبة هو أقدم مسجد في الجزر. طبعا يكون المسجد يعني هيكله خلاب مصنوع من حجر المرجان. يظهر أنه كان في تكلفة كبيرة في هذا المسجد، يعني مصنوع من حجر المرجان، والذي منه نقشت تزيينات معقدة وآيات من القرآن على حيطانه. أما من الداخل توجد المزيد من المنحوتات الخشبية، بالإضافة إلى منحوتات توضح قصة وصول الإسلام إلى مالديف. يعني تدخل المكان هذا يعني وجهة جميلة يعلم كيف وصل الإسلام إلى دولة المالديف عن طريق اللوحات الخشبية المنحوتة هناك. وطبعا تعود منارة المسجد إلى 1675، لكنها أنت لو تشوفها في الصورة، لو شفتها في الصورة يعني تبدو لك قديمة في الغاية. يعني احنا قاعد نتكلم عن 1656 سنة. ويوجد بجانب المسجد مقبرة فيها بعض من السلاطين السابقين. يعني أنت تدخل المسجد بتلقى فيه بعض من المنحوتات الخشبية التي تعلمك كيف المالديف، كيف وصل الإسلام إلى المالديف. إضافة إلى هذا، إذا طلعت بتلقى جنب المسجد مقبرة دفن فيها بعض من السلاطين السابقين رحمهم الله. نعم. نعم. أيضا لدينا هنا أنس مكان تاريخي سمي باسم أحد أبطال جزر المالديف، ألا هو مكان أوثيمو جاندوفارو. هذا المكان أو هذا المنزل الذي طبعا بالمناسبة هذا القائد هو كان بمساعدة إخوته من الأبطال الذين تغلبوا على الحكم البرتغالي في عام 1573. نعود إلى هذا المكان. هذا المكان يقدم لك تحفة فنية كبيرة جدا من التصميم الداخلي، ويبلغ هذا المكان بالمناسبة عمر، يعني أنا قلت لك يعني الافتتاح أو تغلب الحكم البرتغالي كان عام 1573. بعد ذلك تم بناء هذا المكان، عمر هذا المكان يعود إلى أكثر من 500 عام، ويتضمن أيضا سرائر المتأرجحة التي تحفظ البرودة في الصيف، وأيضا المصابيح التي تحرق زيت الكاكاو، وأيضا توجد تشكيلة جميلة من المنحوتات الخشبية الرائعة. فبالتالي هذا المكان أيضا لطيف، ممكن أنك تدخله في جدولك إلى زيارتك إلى جزر المالديف. طيب ممكن ندخل إلى آخر المعالم عندنا في الحلقة، لكن المعالم كثيرة احنا ما قدرنا نحصيها في الإعداد. صحيح. لكن ذكرنا أبرزها. نعم. جزيرة بيادهو، وهو شاطئ، يعني شاطئ يعرف الشاطئ ومنتجع. نعم. جزيرة بيادهو بكونه أحدى الشواطئ في المالديف. يعني انت عينك على المعد للحلقة. نعم. اختار الشواطئ الطيبة. ما نعم. قصر. يعرف الشاطئ هذا بهدوئه. هذا الشاطئ يكون من أهدى شواطئ المالديف. حلو. ويعد الأفضل منتجع عالميا. ما شاء الله، هذا يعني الواحد يحط عليه مليون خط. أي نعم. توفر الجزيرة للسياح العديد من الأنشطة، مثل الرياضات المائية المختلفة، ويمكنك أيضا يمكنك الذهاب في مغامرة مائية. نعم. والاسترخاء هناك في الهدوء. الله. أعتقد ما في أجمل من هذا. الله. نعم. يعني أنا أعتقد أنه جزر المالديف هي وجهة جميلة جدا، وأنا أعتقد أيضا أنها وجهة أولى للكثير من العرسان والسياح، فننصح المشاهدين بزيارة هذه الدولة الجميلة. والله أنا أنصح وبقوة صراحة، لكن قبل هذا الله يرزقنا بأم صقر عشان الله أكبر. مشاهدينا الكرام،
انتهينا من الحديث عن هذه الدولة الجميلة جدا الهادئة. نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم إلى آخر فقراتنا في هذا البرنامج، فابقوا معنا. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونذهب وإياكم إلى آخر فقراتنا لهذه الحلقة سبورت. حياكم الله من جديد.
في حلقتنا لهذا اليوم يا أنس عندنا أحداث كثيرة، دعنا نبدأ بآخرها، ألا هو الكلاسيكو السعودي الكبير بين الهلال والاتحاد. مباراة انتهت 2-1 لصالح الهلال. ألف مبروك الهلال. تعليقك يا أبو صقر على المباراة؟ والله في البداية نبارك لجميع مشجعين نادي الهلال ونقول لهم ألف مبروك. نعم. لكن دعنا ندخل في تفاصيل المباراة وندخل في أولا في بداية الشوط الأول. نعم. تقريبا في أول 25 دقيقة ظهر البلنتي الأول أعتقد الهلال، وبناء عليه دخل الهدف الأول لصالح الهلال عن طريق اللاعب سالم الدوسري. في رأيي الشخصي ورأي الحكم الكبير الدولي فهد المرداسي والحكم محمد فودة أن هذه ليست ركلة جزاء. نعم. أصبح الدوري السعودي في أكثر من مباريات الحكم الأجنبي يصبح عبء عليك في الملعب. صحيح صحيح. يعني يصير زيادة عليك في الملعب. نعم. وبناء على هذا الهدف الأول كان صراحة يعني الشوط الأول لمصلحة الهلال كامل، حتى أذكر أنه خرج باستحواذ 78 أو 75 لصالح الهلال في الشوط الأول. أعتقد هذه روما وكمارا ضاعوا فرصتين محققة أمام الباب. نعم. لكن لسان حال الاتحادية ما روما يعني يمون على ما فداها ألف هجمة على قولتهم. صحيح. انتهى الشوط الأول يعني كل الظروف تميل للهلال. الشوط الثاني كوزمين كونترا أعتقد أنه يعني أشبه ما يكون درس الهلال، حجم خطورته في الشوط الثاني رغم الغيابات. دخل الشوط الثاني كوزمين كونترا واللعيبة يعني فتح الملعب أكثر. زيادة عفوا عبد الله الحافظ أصبح يرسل كور وهو مرتاح. أندري برونو أصبحوا يسلمون كورة ويسلمون بشكل أريح من الشوط الأول. صحيح. أحرز الاتحاد التعادل عن طريق اللاعب هارون كمارا بعد صناعة جميلة من اللاعب رومارينيو. دخل الهدف الثاني بعد غلطة من مدافع الهلال عبد الله، مدافع الاتحاد عبد الله الحافظ، وأحرز اللاعب إيجالو الهدف الثاني. على العموم احنا نبارك لجماهير الهلال الفوز بنتيجة 2-1. لكن الغيابات دعني أعلق عليها بشكل كبير. أنا يوم أغيب عندي تقريبا إلى 5 نجوم، إيجالو كورنادو، وأفضل مدافع في الدوري السعودي أحمد حجازي. صحيح. هداف الدوري السنة الماضية والآن ينافس على هداف الدوري عبد الرزاق حمد الله رغم انه غايب. نعم. كريم الأحمدي أنا فقدته صراحة، وفقده جميع جمهور الدوري السعودي. أيضا عندك اللهم صل على محمد، عندك عمر هوساوي وزياد الصحفي اللي دخل متأخر. نعم. غيابات كبيرة. أنا يعني لسان جمهور الاتحاد يقول أنا قاعد أواجه قاعد أواجه فريق مكتمل ألا وهو الهلال. صحيح. مكتمل الصفوف ومعاه مدرب جميل وماشي مظبوط، يفوز عليه 2-1 معناها أن أنا بطل. صحيح. يعني أنت لو تلاحظ الهلال فاز ببلنتي ومشكوك فيه والأغلب يقول أنه غير بلنتي. احنا أضعنا ثلاث فرص في الشوط الأول كانت منتهية 3-1 للاتحاد. يعني أشبه ما يكون والله الواحد يفخر بنادي الاتحاد في وجوده في الدوري السعودي. صحيح. لكن السؤال الذي شغل بال المشجعين. نعم. بالنسبة لغياب حمد الله، حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد يقول غياب حمد الله جانا في الطيارة. عجيب. جانا في الطيارة. يعني أنا هو اللاعب عبد الرزاق حمد الله طالع مع بعثة الفريق بالتقرير للرياض للقاء الهلال، يجيه قبل المباراة يعني ب10 ساعات. أنا أعتقد هم وصلوا قبلها بأقل من 24 ساعة، وصلوا إلى الرياض. يقول لك في الطيارة جاني قرار منع عبد الرزاق حمد الله من اللعب أمام الهلال. هل هذا كله خوف من الاتحاد؟ ما كان مصاب اللاعب حمد الله ولا كان جاهز للمباراة؟
كان جاهز للمباراة، لكن خرجت بعض الإشاعات قبل المباراة أنه اللاعب أصيب واحتمال يغيب 3 مباريات ما 3 مباريات، فهم والله أعلم يعني قطعوا الشك بالخبر اليقين ووقفوه وأعطوه غرامة والله أعلم. هذا اتهام صريح منك يا ابو صقر. والله يا أخي لكن انا حسيت يا اخي انك تتحدث بنبره الاتحاديه، ما ادري اذا انت مشجع الاتحاد ولا، لكن بشكل عام كلاسيكو كان كبير جدا كعادته بين الهلال والاتحاد. يعني انا اعتقد انه هذين الفريقين هم كبيري الانديه السعوديه مع احترام شديد لباقي الفرق. نعم، لكن أنا أقول حظوظ الدوري، ندخل على حظوظ الدوري. نعم. في الهلال والاتحاد طبعا أغلب الاتحادية، أنا عندي زملاء اتحادية كانوا يقولون أن الأقرب منافس للهلال رغم أنه هو أنا أعتقد في الخامس أو الرابع يعني بعيد شوي عن الصدارة، لكن يعني تقريبا هو المنافس الأول للاتحاد. نعم. وما زال قدامنا 7 جولات، الدوري يعني أشبه ما يكون ما هو طويل لكن صعب أصبح وما زال في الملعب. أي ما زال في الملعب، باقي 7 جولات، لكن يعني توقعاتي الشخصية أعتقد أن الهلال الاتحاد بكاريزمته بحضوره بالروح الذي يلعبها، وأنا يعني أحيي المدرب الكبير كوزمي كونترا على أن وضع لنا فريق سعودي الواحد يستطيع يشاهده ولا يمل. نعم. فأنا أعتقد والله أعلم أن الدوري لجدة، وبإذن الله تكون جدة أزيرو. جدة أزيرو. طيب ننتقل يا أبو صقر، نطير من الرياض إلى مانشستر سيتي، إلى مانشستر، مدينة مانشستر، حيث ديربي مانشستر العريق بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. هذا الديربي الذي انتهى لصالح مان سيتي بنتيجة ثقيلة هي 4-1. نعم. مجريات المباراة يا أنس كانت يعني من البداية تشعر أن يونايتد كان خائف من السيتي. نعم. يعني متردد جدا، نجد هفوات كبيرة في الدفاع. يعني إذا كان قائد دفاعك لاعب مثل هاري ماغواير صعب جدا أنك أنت تكون تنافس على دوري مثل الصدارة، عكس الفقرة الأخرى مثل ليفربول عنده فان دايك، مثل سيتي عنده روبن دياس، وحتى وإن ابتعد عن الملاعب بغرض الإصابة، لكن كان موجود من بداية الدوري. عندك في تشيلسي روديجر، تياغو سيلفا، يعني عندك هذه الأفرقة المدافعين ثقلاء. نعم. هذا الدفاع الذي أنت تنافس عليه في دوري مثل الدوري الإنجليزي. زبدة الديربي انتهى بين الفريقين ب4-1. سجل دي بروين هدفين وسجل رياض محرز هدفين. هدف يونايتد سجل عن طريق سانشو. اعتقد ان الدوري ذاهب بشكل كبير الى اما سيتي او ليفربول. كيف استطاع جوارديولا تحجيم خطورة يونايتد، هذا المدرب الكبير العظيم؟ والله يا انس جوارديولا يعني انجازاته تتحدث عنها. يعني المدرب الذي حاز على بطولة الدوري الإنجليزي 3 مرات، مرتين منها متتالية ومرة كانت منفردة، ولكن يطمح جوارديولا أنه يكسر هيمنة صعوبة الدوري الإنجليزي. جوارديولا عندما أتى إلى الدوري الإنجليزي قالوا له هذا الدوري الإنجليزي ترى ما هو بلا الدوري الألماني ولا الدوري الإسباني تفوز فيه بفارق شاسع، فرد عليهم في الملعب وأصبح أول مدرب في التاريخ يفوز الدوري الانجليزي بفارق 100 عفوا مو فارق بعدد نقطي وهو 100 نقطة، ويطمح ايضا لكسر هذا الرقم في هذا الموسم. فبالتالي اذا عندك مدرب الانجليزيين يقولون ايش؟ يقولون وفقاء بيب جوارديولا، يعني عندنا بيب جوارديولا. فانا اعتقد هو السبب الاول والكبير في سطوة مان سيتي على بقية الفرق في الدوري الانجليزي. دعنا نطير يا عبد الرحمن يا انس من مانشستر الى اياب الجولة الأبطال القوية جدا بين ريال مدريد وباريس، المباراة الإياب التي سوف تلعب في مدينة مدريد في ملعب البرنابيو. تعليقك على مباراة الذهاب التي انتهت 1-0 وتوقعاتك مباراة الإياب؟ والله مباراة الإياب يعني كانت جميلة جدا. أنا صراحة استمتعت جدا من المباراة. نعم. ميسي ما ظهر بالشكل المعروف عنه. نعم. مدريد أصبح يعني كان معتمد بشكل كبير على فينيسيوس وبنزيما، لكن فينيسيوس قابل الظهير الأيمن العربي الكبير المغربي، فأعتقد أنه حجم من خطورته. صحيح. لكن في الأخير ظهر الأسطورة الذي أعتقد أنه هو القادم، الأسطورة القادم إمبابي. وأحرز الهدف الأول وكان هدف جميل جدا، يعني تخطى أكثر من 3 لعيبة بسرعته وما شاء الله تبارك الرحمن، يمتلك إمكانيات كبيرة. لكن
الله أعلم. المباراة اليوم ستلعب الإياب في مدريد، مباراة ستكون ليست بالسهلة على الفريقين. بتكون ملحمة. أي بتكون ملحمة كروية كبيرة جدا. نعم. وخرجت الشكوك قبل يومين، أعتقد قرأت في الأخبار أنه مبابي سيغيب عن المباراة وما إلى ذلك، وعدم جاهزية نيمو. أعتقد أن نيمو اللي هو نيمار. أي نعم. أي. فأعتقد ستكون في ملحمة كروية، وتوقعاتي بفوز باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. نعم. جميل جدا. إذا ننتقل أيضا، نسافر من مدينة مدريد إلى إيطاليا، حيث صراع الدوري الكبير، الدوري العريق الذي يشهد فرق كبيرة جدا مثل ميلان، نابولي، انتر. أيضا عندنا يوفنتوس، وإن غاب يوفنتوس عن الدوري هذا الموسم والموسم الماضي، ويعاني كثيرا الموسمين، إلا أنه اليوفي يعتبر من كبار إيطاليا. أنا أعتقد يا أنس أنه من زمان ما شهدنا صراع كبير. نعم. بين أفريقيا الدوري الإيطالي، كون أنه اليوفي صراحة يعني نقدر نقول إنه خرب الدوري الإيطالي 9 مواسم ورا بعض، ما أخذ الدوري، ما أخذ الدوري. مهيمن. نعم. أي نعم. لكن الموسم هذا ميلان، عندك نابولي، عندك الانتر، هؤلاء الثلاث فرق يتنافسون بشكل كبير جدا على مقعد بطل الدوري الإيطالي وبطل الكالتشيو. دعنا أيضا نتحدث يا أنس عن جولة الأبطال. كنا تحدثنا عن ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لدينا كان انتصار كبير جدا لبايرن ميونخ، وأيضا ليفربول تأهل على حساب الانتر، وإن خسر في ملعبه 1-0 أمام الانتر. ما رأيك يا أنس في المباراة؟ دعنا ندخل في 7-1. نعم. يعني أي مهاجم يمتلكه بايرن ميونخ عندهم اللاعب الكبير ليفاندوسكي. وليفاندوسكي يعني سبحان الله لديه شخصية في الملعب، وسبحان الله يعني أحرز الهاتريك، يعني أعتقد أنها في كم 11 دقيقة. في 11 دقيقة. أي إمكانية عظيم جدا. أي إمكانية يمتلكها هذا المهاجم الكبير. 7-1 أعتقد أنها نتيجة كبيرة، وأعتقد أن البايرن قادم وبقوة. نعم. ما رأيك عن تأهل ليفربول أمام الإنتر؟ والله يا أنس، تأهل ليفربول أمام الإنتر أظهر فريق لم نتوقع أبدا أنه سوف يظهر بهذه الطريقة، له إنتر ميلان الذي خسر في ملعبه 2-0 أمام ليفربول، وكل مجريات المباراة كانت تقول أنه الإنتر سوف ينتصر، ولكن بسبب نجاعة وبسبب رعونة مهاجمين الإنتر، عندك زيكو الذي غاب عنه الحظ، ولوتارو الذي غاب عن التهديف فترة طويلة والآن عاد، فبالتالي الانتر ميلان غابت عنه الحظوظ، مع انه صنع فرص كثيره جدا. ليفربول دائما هو المرشح امام الانتر في السنوات الاخيره، ولكن الانتر قدم ملحمه كرويه في ملعبه وان خسر. عندما ذهب الى انفيلد ظننا انه المباراه انتهت بشكل رسمي تماما، ليفربول سوف يعني يقسو على الانتر بنتيجه تاريخيه والى اخره، ولكن في انزاغي مدرب الانتر ابى الا ان يخرج باداء مشرف جدا وانتصار امام ليفربول وان خرج، ولكنه جميع جماهير الانتر فخورين بهذا الفريق العظيم التاريخي الكبير الذي خرج بهذا المستوى المشرف امام ليفربول بطل اوروبا في احدى السنوات الماضيه، وايضا المنافس الاساسي على الدوري الانجليزي وايضا دوري الابطال. انت تتكلم عن ليفربول، يعني من عندك من الدفاع من الحارس الى الهجوم، في كل مركز في اقل شيء لاعب او لاعبين سوبر، وبالتالي انا اعتقد انه المباراه اظهرت شخصيه انتر ميلان العظيمه. طيب، شكرا لتحليلك الكروي وشكرا على كل ما قدمته في هذا البرنامج عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، ها قد وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم يوم الأربعاء في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت أسمرة. ننتظركم بإذن الله. هذا محدثكم أنس بن بيان يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.